السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده عاملين النهاردة عيش باللحمة يا جماعة، من الألف للياء في الشارع. يعني احنا كنا في اسكندرية وعايزين نعمل أكلة حلوة. طبعا أشهر أكلة مشهورة في اسكندرية هي العيش باللحمة، وزي ما انتم شايفين كده طالع زي ما انتم شايفين حاجة تحفة جدا. طعمه كان هايل قوي. إمكانيات بسيطة جدا استخدمتها في عمايل العيش باللحمة دي، وعملته ورحنا خدناه وكلنا على الكورنيش. مش قادرة اقول لكم كان يوم لذيذ وظريف ازاي. اول حاجة ما كانش معايا اي امكانيات خالص. فسألت في المنظرة، لقيت انه في فرن ممكن نعمل فيه العيش باللحمة ده. ولقيت قدامه الجزار، رحت جبت اللحمة، كيلو لحمة. ورحت جبت بصل من بتاع الخضار اللي جنبه. وجبت كمان زي ما انتم شايفين كده، شايفين كيلو اللحمة اهو. دخلت بقى غسلت الرخامة ديت في الفرن. قالوا لي اتفضلي اعملي انت اللي انت عايزاه، احنا مش هنعمل حاجة. قدامك كل الحاجات والامكانيات، حتى السكينة يا دوب بتاعتهم كده، مفيش اي حاجة احنا استخدمناها من البيت عندنا، مفيش اي حاجة خالص. احنا اصلا مش من اسكندرية. ورحت هناك، كنا يوم كده في مشوار. فعملت الموضوع ده لاننا بنروح المطاعم بناكل بكتير قوي، والظروف الاقتصادية دلوقتي مش مستحملة قوي ان احنا نعمل كل ده. عملت بقى وجبت بهارات لحمة، وجبت فلفل وملح. وضبط كل حاجة كده زي ما انتوا شايفين، واداني بقى طاولات العيش زي ما انتوا شايفينها كده، دي اللي بيخبزها على طول في الفرن. قال لي ممكن تعمليها دواير كده او ممكن تعمليها انصاص زي ما انت عاوزة. عملت كده الانصاص زي ما انتم شايفين عشان تبقى سهلة في الاكل كمان. ما تبقاش احنا بقى معناش امكانيات بقى وهناكلها على الكورنيش وكده. فعشان ما يبقاش في امكانية ان احنا نقعد نقسم بقى بسكينة، وانا واخدة السكينة بتاعتهم اصلا شغالة بيها، وكانت مش قادرة اقول لكم مش حامية خالص. زي ما انتم شايفين كده، قلت بقى نعمل أكلة حلوة احنا مش بناكلها كتير في بلدنا يعني. أشهر ناس مشهورة بيها هم اسكندرية وأهل اسكندرية. عملت كل الكمية، الكيلو اللحمة عمل لي 18 رغيف يا جماعة. عايزة اقول لكم اعملوا لنا احلى لايك بقى، علشان احنا بنحاول نعمل لكم الحاجات السهلة الاقتصادية البسيطة الجميلة. برضو بيبقى يوم لذيذ ومختلف، وعملت الموضوع ده كده في ساعة كده. يعني نزلت قلت ايه انا هقعد بقى ادور على اكل واشوف هجيب لهم غدا ايه. كنا في مهمة رسمية كده. رحت عاملة الموضوع ده على طول. بصراحة الناس بتوع الفرن دول ناس كرمة جدا ومحترمين جدا ومؤدبين جدا، لدرجة ان انا نسيت احاسبهم ومشيت. وافتكرت بعدين رجعت لهم تاني وحاسبتهم، وهم قالوا ايه اللي خلاكي ترجعي. زي ما انتم شايفين الطاولة واخدة 9 سندوتشات. للحظ بقى السيء كمان، النور قطع ويا عيني الصينية بتاعت الفرن ما بقتش بتلف لوحدها. ففضل الراجل من كتر احترامه انه محترم الوقت والكلام ده كله، راح جاي عامل لي الموضوع ده زي ما انتم شايفين، قاعد يزق الصينية كده يا عيني بالخشبة اللي في ايده دي، ويحاول يسويه بطريقة برضو حلوة جدا. اسمهم مكة المكرمة يا جماعة، في شارع 30 في المنظرة. بيعملوا فطير والله رائع. انا خدت فطيرتين من دول رائعين، مش قادرة اقول لكم. وكلناهم في العربية كده، وبيعملوا قرص وبيعملوا عيش شامي. حاجة تحفة جدا، وناس مجتهدة ونظيفة ومحترمة جدا. شايفين بقى الحتة الفنية ديت، بيرش مية كده وهو بيسوي، بخة بسيطة كده بتدي لمعة حلوة للساندوتش وبتطريه وبتخليه هايل جدا. رحت جبت بكرة فويل، ورحت لفة بيها بقى علشان يبقى طري وجميل، ما يبقاش ناشف قوي. هو كان لذيذ بصراحة. عايزة اقول لكم طالع من الفرن مولع، مش قادرة امسكه، بس لازم اوريكم النتيجة الحلوة. لفيته كده وخلصنا ورحنا اتغدينا، والناس المحترمة اهي، ناس محترمة جدا.